الجاهل ليس من لا يملك المعرفة بل من يتجاهلها. وما تعملش زي عمرو ضياء في مسلسل الوصية وتقول مش فارقة. لا، فرق في انك على الاقل تعيش حياه مهنيه تحقق فيها طموحك. قرار مسارك المهني في الغالب ابتدى من تاريخ ما قدمت رغبات التنسيق. وخليني اقول لك، البدايه مش لازم يكون لها نهايه واحده، مهم انك تبتدي صح عشان توصل لنتيجه من غير ما تحرق بنزين على الفاضي. كنا اتكلمنا المحتوى اللي فات عن ازاي ناخد قراراتنا والاخطاء اللي ممكن نقع فيها، فلو ما شفتش الحلقه ممكن ترجع لها. والمحتوى ده هنتكلم فيه عن الكارير ديسيشن ميكنج. ببساطه هو انك تحدد المجال اللي انت عايز تشتغل فيه، سواء كان وظيفه او عمل حر او بزنس. يا هاني دور لي على عاطف، لازم نحقق تارجت المبيعات بتاع طنطا بسرعه. طب والتارجت بتاع حياتك حققت ولا لسه؟ ولاننا في وقت تقديم رغبات الجامعات بعد نتيجه الثانويه العامه في مصر، فخلينا نركز شويه في الامثله على بدايه اختيار الطريق. لكن نفس الخطوات تقدر تستخدمها لو عايز تغير أو تحسن مجالك بعد 20 سنة في مجال أنت اشتغلت فيه. وبص حواليك هتلاقي كتير درسوا طب وهندسة وعلوم تانية، ولما نجحوا في مجال تاني غير مجالهم أصلا. وده ليه؟ لأنهم فهموا وقرروا وأخدوا خطوة واتحركوا. وقبل ما نبتدي خطة المسار خلينا نحط نقط على الحروف. النقطة الأولى، احنا قسمنا القرارات في المحتوى اللي فات لنوعين: قرار مؤجل انت عارف انك محتاج تاخده لكن مأجله، وقرار جه وقت لازم تاخده لانه محدد بوقت، زي مثلا تحديد رغبات الكليات او انك ترد على عرض عمل. والنقطة الثانية، خلينا نصنف اللي عايزين ياخدوا قرار مهني لثلاث شخصيات. الشخصية الأولى شخصية هي عارفة عايزة ليه، وده بس مجرد اللي يسمع المحتوى للآخر هيكمل طريقه بسهولة. فأنت لو منهم تابعنا وامشي معانا خطوة بخطوة، هتلاقي المحتوى اللي يفيدك ويحطك على المسار الصحيح. والشخصية التانية مش عارف هو عايز ايه، وفي الأغلب مش فارقة معاه لأن عنده اهتمامات وأهداف تانية غير المسار المهني، زي مثلا أنا هتخرج وأتجوز أو هتخرج وأمسك مدير في شركة بابا. والشخصية التالتة ودي الأخطر، وهو اللي فاكر إنه فاهم نفسه كويس، شايفك أبو العريف، بس الحقيقة إنه لسه بيكتشف نفسه. وهنسميهم متعددي الاهتمامات. هنفرقهم ازاي عن المجموعه اللي فاهمه نفسها؟ اسال نفسك، كم مره حطيت لنفسك هدف ومشيت فيه ما كملتوش؟ كم مره اخترت مجال وقلت هو ده ولما قابلتك عقبات بسهوله وقفت وقلبت الصفحه؟ عندك استعداد انك تغير مسارك كل ما يجيلك شغف في علم جديد، وده لان شغفك هو التطور والادهى. بالرغم من كميه العلوم والمعرفه اللي بتتصارع جواك، لسه حاسس انه ناقصك كتير عشان تبتدي وتكمل. ما تقلقش، انا مخطط ان انا اعمل لك محتوى كامل ليك يحطك على المسار. المهم انك تبقى تلتزم بيه. ودلوقتي بعد ما كل واحد مننا حدد هو مين، قول لنا في الكومنت، خلينا نشوف مين الشخصيات اللي هتكسب. اقول لكم ابو العريف. يلا نجمع بقى شويه المعلومات اللي فوق ونحطهم في جمله مفيده عشان نخش على الخطة. لو القرار انت حاسس من جواك انك لازم تعمله ومش مستعجل عليه، فانت تقدر تتابعنا خطوة بخطوة ايا كان شخصيتك ايه. ولو القرار ليه وقت محدد قريب وانت من الشخصيات اللي مش عارفة هي عايزة ايه او عندها اهتمامات كتيرة، يبقى الافضل تستعين بمنتور اب كوتش يساعدك في انك تاخد القرار بسرعة. وبكده الجملة المفيدة اكتملت. واحب افكركم ان كان في هديه 20 دقيقه كارير كوتشنج في المحتوى اللي شرحنا فيه انواع القرارات، ممكن تستفيد بيها بعد ما تتفرج على المحتوى اللي فات وتسجل معاه. لكن لسه هنتكلم عن ازاي نحدد مسارنا المهني، وانت محتاج تمشي فيه الخطوات اللي هقولها لك دلوقتي. رقم واحد، قبل ما تحط اي اهداف او تفكر في ايه الكليه او الوظيفه، لازم تفهم انت مين وايه اللي بيميزك. يعني ما بين قوسين تكتشف نفسك، زي مثلا انك تكتشف مهاراتك الطبيعيه، نقاط قوتك، القيم اللي بتهمك في حياتك وشغلك. طب ليه؟ الاجابه عشان ما تحرقش بنزين على الفاضي. خليني اوضح لك. اتنين اصدقاء خلصوا الثانويه، واحد منهم ود موسيقيه والتاني بيفكر بمنطقيه. لو الاتنين درسوا موسيقى، مين فيهم هيحرق بنزين اقل؟ طب تعالى نعكسها، الاتنين درسوا برمجه، مين فيهم هيحرق بنزين اكتر؟ الاجابه في الحالتين اللي ود موسيقيه، وعكسه هيكون المنطق. فهمتها؟
ارجع عيدها من الاول، وبعد ما عدتها او عدتها احب اقول لك ان في هديه اخر المحتوى هتساعدك انك تفهم نفسك اسرع. وزي ما عرفت معلومات عن نفسك هتحتاج كمان تجمع بيانات عن المجالات اللي ممكن تناسبك، بس قبلها حدد اهداف مبدئيه، زي انك مثلا تحدد الكليه اللي انت عايزها في جامعه معينه لانها قريبه وقويه، وده هدف مبدئي مش نهايه المطاف. المهم يكون عندك صخره تقف عليها او خيط تبدا منه. طب ايه نوع المعلومات اللي محتاج اعرفها عن مجالي؟ مثلا محتاج تعرف المهارات المطلوبه، طبيعه العمل، مستقبل المجال خلال 5 أو 10 سنين، هل المجال ده بيزيد عليه الطلب ولا بينقرض؟ خلينا بقى ندخل على مرحله تحليل البيانات، وهنا هتقارن كل المعلومات اللي جمعتها ومنها هتفهم ايه اللي بيتلاقى مع بعض. فلو كان هدفك الاول انك تكون مبرمج وانت شخص اجتماعي جدا، فطبيعه العمل دي هتخليك تتعامل اكتر مع اجهزه مش مع بشر، يبقى لازم تفكر هل هتتحمل ده ولا لا. وكمان بعد بحثك لقيت ان مستقبل الوظيفه دي اللي هي البرمجه ممكن يتاثر بالذكاء الاصطناعي، فبدات تفتح خيار تاني لانه مناسب زي مجال الاي اي، وخصوصا ان المجال ده قريب من البرمجه ومناسب لقدراتك وله مستقبل اكتر. طب ايه رايك كمان انك ممكن تدرس اداره اعمال، لان المجال ده في الاصل بيعتمد على العلاقات والمنطقيه، وخلال دراستك تاخد الاي اي ككورسات وتتعلم منها. ما هو مش شرط اللي تدرسه هو اللي تشتغل فيه، الاهم انك توصل لهدفك بالطريقه اللي تناسبك. ايه ده؟ الهدف اتغير؟ يعني هنعيد من الاول؟ لا مش هنعيد. انت هتكمل اللي بديته وهتسال نفسك الاسئله دي: هل في قيود هتمنعني زي مثلا المجموع او الوقت؟ هل عندي القدره الماديه ان انا اكمل في المسار ده؟ هل المكان اللي هروحه وثقافته مناسبين ليا سواء كدراسه او عمل؟ ولو في اي مشكله ممكن تقابلك ممكن تبتدي تدور على بدائل متاحه، فمثلا المجموع ممكن تشوف جامعه خاصه، او عندك مشكله في القدره الماديه فممكن تدور على اماكن تانية بتكلفه اقل، وهتحتاج انك تشتغل على نفسك اكتر لو الاماكن دي مش قويه. لو انت عندك مشكله في الوقت او في المكان فممكن تدرس اونلاين او هايبرد. الثقافه دور على خيارات متاحه اللي متوافقه مع تربيتك، ومن هنا بتحط اهداف نهائيه. اول حاجه خيار اساسي، بديل مباشر داخل نفس المجال، وبديل تاني يكون ابعد عن المجال لكن يوصلك لنفس النتيجه. وعشان اساعدك انك توصل لقرار المسار المهني هتلاقي لينك بملف يقدر يساعدك على انك تمشي خطوات خطوه بخطوه. في الحلقه اللي جايه هنتكلم عن ازاي تحدد انت مين وعايز ايه، وازاي تعرف اذا كان المجال اللي انت اخترته مناسب ليك ولا لا. وكمان هنخليك تستخدم الاي اي عشان يساعدك في انك تكتشف نفسك. فما تنساش تعمل سبسكرايب وفول. انا احمد رسمي وانت كنت عايش جوه محتوى. لا اهدى بقى كده، نشغل ايجنر بيس. وزي ما عرفت اشتريت دعك بقى جت اشتريت مش راضي يمشي لا. وزي ما عرفت معلومات عن نفسك هتحتاج تجمع بيانات عن المجال اللي ممكن بس بقى انا قلت انا عايز اضحك بس مش كده. على فكرة انت ممكن تنزل زي البلوبرز بقى، الحاجات دي الناس بتحب الناس بتحب ال behind the scenes بقى. طبعا نزلتها، ده اصلا انا لما نزلتها دي اللي جابت ريفيوز ايوه هم الناس. وزي ما عرفت بس بقى وزي ما عرفت عايزين نخلص عشان البطاريه تخلص كده. الماوس ده غلس مش واقف على بتاع الصح، والماوس مقايس. وزي ما عرفت معلومات عن نفسك هتحتاج كمان تجمع بيانات عن المجالات. طبعا الصوت الكلب ده طالع في المايك قصدي ضربه صوت ما حساسه كلوز